محمد من البحرين. السلام عليكم ورحمة الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اخوي بغيت اتكلم واطلب منكم القائمين على قناة وصال استضافة الدكتور علي فخرو وزير التربية والتعليم السابق. لما لهذا الرجل من خبرة ودراية بكل شؤون البحرين. هذه نقطة. النقطة الثانية أضم صوتي لصوت الدكتور عدنان بمطيع اللي تكلم البارحة وقال بخصوص السب والشتم اللي يقولون المتصلين، وانت يا اخ خالد تسمعهم وتكرر بعد مثل مجوس ويهود وحسالة ومكرم السامع وكلاب وغيره. لا لم أقلها. لم ما كررتها؟ أنت ما كررتها؟ لا لم أقلها، لكن إيش رأيك؟ أنا بسألك سؤال. نعم. إيش رأيك في العالم والمنار وما قامت به العالم الآن الليلة؟ يا أخي البارحة شنو قال لك الأستاذ اللي كان قاعد؟ قال لك مو قدوة. ليش نسوي اللي يسوونه؟ لا مو قدوة. لا ما نقول قدوة. الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن السب والشتائم والقذف يعني عرفت شلون؟ احنا لسنا اهلا للسب. ليش ياخذون علينا موقف ان احنا قلنا او ان احنا سبينا؟ هذا الشيء يثير المشاكل والفتن في البحرين. في العمل مثلا متزوجين الاوادم كلهم مع بعض، لما الصبح يروح العمل ويقول ترى قناة وصال البارحة سبتنا وشتمتنا، يقوم واحد شيعي من جهة ثانية وواحد سني من جهة ثالثة وتصير هوشة. هذه فتنة يا اخي، هذه فتنة. عرفت؟ والفتنة أشد من القتل. هذه اللي أنا أقصده. الحين بالنسبة حق الأستاذ جمال لما يقول أن مستشفى السلمانية مستعمرة محتلة كما إسرائيل محتلة فلسطين، يا أخي هذا الكلام بعيد كل البعد عن الواقع. أنا بنت خالتي ولدت بنتها في مستشفى السلمانية قبل أسبوع، أوكي؟ ترقدت هناك وبنتها في الشيشة أيضا، يعني بعيدة عن الأم. تقول الممرضات هناك كلهم شيعة من أفضل ما يكون، يعاملون بكل لطف بأفضل ما يمكن وصفه. انزين عرفت شلون؟ ويتغشمرون معنا ويضحكون معنا. لا اخذوهم رهائن ولا ذبحوا الام ولا الطفله، والطفله بعيده عن الام على فكره في الشيشه موجوده. هذه النقطه. المبالغه احنا ما نبيها، المبالغه تثير الفتن. احنا صار لنا اسبوع رايحين جايين مستشفى السلمانيه، ما تعطلنا ساعتين مثل ما يقول الاخ جمال، ابدا ما تعطلنا ساعتين، رايحين ردين من افضل ما يكون. هو يقول في واحد يروح الدكتور يبي له ساعتين واذا بيطلع مو بقادر يطلع. استحالة وانا مصرة على رايي استحالة، لان انا رايحة دكتور السلمانية الصبح والعصر وفي الليل، ما اخذ لي ساعتين، دشيت وطلعت ولا حد تعرض لي ولا حد قال لي انت سنية شو اسمك شو اسمها لك وطوايفك. هذه المبالغات تثير الفتن يا اخي. عرفت شنو اقصد انا؟ عرفت شلون؟ وبعدين لما احنا نجي السعودية، لما نرجع من السعودية على 12 بالليل على 1 بالليل، مئات السيارات السعوديين شباب ورجال جايين البحرين بعد الساعة 12 ليلا، شنو يسوون؟ بيروحون مثلا على البحر يتمشون؟ استحالة. مرة تعرفت على مرة سعودية في السوق قالت لي احنا الجسر بالنسبة لكم خير وصلاح، اتيون العمرة وتيون الحج وتسوقون، لكن بالنسبة لنا احنا هو الشر بعينه، هو الشر بعينه. يدعون علينا هالنسوان هالامهات هالبنات هالزوجات. انا باذني قالت لي المرأة انا مشاهدتها تقول لي اسد شب حريجة في البحرين ماخذين ريايلنا منه، يجون هناك حق الحرام وحق الفواحش. عرفت شلون؟ انا اقول هذه ال3 ساعات اللي برنامجكم يخصصها عن البحرين وعن الكلام عن البحرين، يا ريت هذه ال3 ساعات اللي انتم مخصصينها للبحرين تخصصونها لنصيحة وهداية الشباب السعودي اللي تاركين